بايك ويك 2019 معانا الجاد فازر وحد من الناس التقال في اريبيان نايتس عطار وائل. مش محتاجين نتكلم، مش هنبتدي بقى اسئله تراديشنال وانتروديوس والبايك ويك واحكي لنا. طيب انا عايز اعرف وائل نفسه ايه يشوفه في البايك ويك، وايه العيوب اللي شايفها، وايه المميزات، وايه اللي نفسه يشوفه السنه الجايه احسن. بص، لا انا ايه في النوعيه دي من الايفنتس بالكرايتيريا اللي احنا شغالين بيها او بالترتيب اللي احنا شغالين بيه اللي هو ترتيب هوايه بحت. لا ده كده خلاص، ده دي اخر حاجه. لا دي اخر حاجه، يعني مش هينفع ننقل عن كده في مرتبه الهوايه. بعد كده ايفنت زي ده المفروض ان شاء الله من السنين اللي جايه هنبتدي ناخده بطريقه بروفيشنال، باورجنايزنج بطريقه معينه مختلفه شويه. فاعتقد ان احنا ان شاء الله السنه اللي جايه بدايه الترتيب الجديد ده ان شاء الله 2-3 وممكن نبقى حاجه كريجن يعني في الشرق الاوسط، نبقى اقوى ايفنت بيتعمل في الشرق الاوسط. طيب عايز اسال سؤال تاني، شايف البايك ويك جايب كل البايكرز اللي في مصر ولا لا؟ والله لا، حكايه جايب لا هو جايب كل الناس اللي عايزين يجوا او كل الناس اللي بيتبسطوا في الحاجه دي. مش معنى ان انا ابقى بايكر يعني لازم اجي، لا بالعكس، انا ممكن ابقى بايكر بحب اطلع اتمشى لوحدي بالليل واشم شويه هوا. يعني هي هوايات مختلفه، لكن هي الناس اللي عايزين يجوا وبيحبوا الجو ده اعتقد ان كلهم موجودين. نسال عطار. عايزين نسالك اول حاجه، انت النهارده شفتك عامل مجهود فظيع، تمام؟ طيب المجهود ده بيختلف كل سنه عن السنه، ولا خلاص انت حفظت، ولا في جديد بيحصل؟ لا، هو انا بالنسبه لي مش مجهود على قد ما هي الباشن دي بتطلع مينلي في الايفنت. يعني زي ما قلت هو البيبي بتاعنا، فاحنا بنحاول نطلع الايفنت ده باحسن صوره، فدايما المجهود ده عشان دايما يطلع احسن حاجه. انا بالنسبه لي مش مجهود، لان هو يعني كل سنه بيبقى دايما في جديد، وكل سنه المجهود ده بيبقى الواحد حاسس ان هو ما عملش، لا عايز يعمل مجهود اكتر عشان دايما يبقى احسن. فالحمد لله، يعني انا مش شايف ان المجهود ده، يمكن بالعكس انا حاسس ان المجهود لا هو لسه فيه، لسه طبعا ولسه فيه. يعني كل سنه دايما بيبقى فيه، الواحد بيبقى الباشن دي بتبقى بتزيد اكتر. انجي، مش هنبتدي بدايه تقليديه، احنا هنسالك قدمي نفسك وانت انطلقي براحتك. انا اسمي انجي غطاس، بشتغل في عالم الموتوسيكلات بقالي 20 سنه، بدير توكيل هارلي ديفيدسون في مصر. طيب انا عايز اسالك سؤال شخصي جدا، ايه رايك او من وجهه نظرك عن وجود اتش دي او هارلي ديفيدسون في مصر ككيان؟ رايي ان هو عمل انجاز كويس جدا، لان انا لما ابتديت من 20 سنه ما كانش فيه الموتوسيكلات دي كلها. فاي ثينك ان احنا اشتغلنا كويس قوي. تعبنا قوي اول مثلا 7-8 سنين، وبعد كده الحمد لله. يعني انا فخوره جدا ان في يوم زي النهارده اشوف كل الماركات دي موجوده وكل الناس دي موجوده. مش فارق معايا خالص ان هم يبقوا راكبين هارلي، انا فارق معايا ان هم يبقوا راكبين موتوسيكلات، لان ده كان حلم عندي انه اشوف الناس دي كلها بتركب موتوسيكلات، وهو قدامي النهارده متحقق. طيب نفسك في ايه لهارلي ديفيدسون في مصر الفتره الجايه؟ نفسي اولا يفتحوا الاستيراد عشان نرجع نبيع موتوسيكلات تاني، ونفسي ان الناس ما تخافش، لان ناس كتير قوي بتبقى لسه عندها كونسبت بتاع ان ركوب الموتوسيكل خطر وهقع وهيحصل لي حاجه. لا، احنا بنسوق وبنعلم الناس تسوق كويس، وبنلبس جير واحنا سايقين كويس، وبنسوق بطريقه منظمه جدا. فاي ثينك ان الناس لازم تبتدي تشوف الموتوسيكلات انها هوايه حلوه مش هوايه خطر. انت من داي 1 عندك لويال وديديكيشن لهارلي ديفيدسون، ولا كان في براند تانية؟ لا، هارلي هي البيبي بتاعي، فانا من اول يوم وانا هارلي ديفيدسون، بس بحب ماركات تانية وبحب اسوق موتوسيكلات تانية، بس ده الحته اللي في القلب، يعني الحته اللي انا ضعيفه قدامها. طيب ايه رايك في البايك ويك، عيوب ومميزات؟ البايك ويك الحقيقه روحه حلوه، دي حاجه انا فخوره بيها وهفضل فخوره بيها دايما. انا باجي كل سنه وبشترك از رايدر حتى من غير براند. بحس كده، بحس ان انا ماما، لان بحس ان كل الموتوسيكلات دي ولادي في الاخر، فاحساس فظيع بصراحه. اتمنى ان هو يفضل يكبر ونطوره، بدل ما يبقى يوم واحد يبقى 2، وبدل ما يبقى 2 يبقى 3، يبقى ويك بجد زي ما هو اسمه بايك ويك. احمد نصحي، رود كابتن موتور هيدز كلاب.
نبذه صغيره عن موتور هيدز. اوكي، موتور هيدز موتور سايكل كلاب زي اي كلاب موجود في الكوميونتي. احنا متواجدين في الكوميونتي بقالنا حوالي 3 سنين، واحنا بارت اوف ذا تيوب. بقالكم قد ايه بتشاركوا في بايك ويك؟ انا عامه او اغلبيه الناس في مصر هتلاقي سواء هو في كلاب او مش في كلاب، يعني مثلا بقالي حوالي بتاع 6 سنين تقريبا. موتور هيدز طبعا زي ما قلت لك بقالنا 3 سنين، فدي ثالث سنه لينا السنه دي. ايه رايك في البايك ويك، عيوبه ومميزاته، وتتمنى ايه اللي يتغير فيه؟ هو طبعا عشان تجهز ايفنت بكميه الناس اللي مشاركه ديت وكميه الموتور بايكس اللي مشاركه دي، طبعا محتاج مجهود جبار. انا بيتهيالي الناس نفسها يعني غير الناس المنظمه، سواء وائل اريبيان نايتس او ايفر، كل سنه هم بينظموا الموضوع بشكل احسن. بصوا بقى، احنا مش هنبتدي بالاسئله التقليديه. ايوه، انتوا مين وبتعملوا ايه والبايك ويك واشتركتوا والكلام ده مش هنعمله. ايه رايك في البايك ويك، عيوبه ومميزاته؟ عايز تبتدي مني ولا من الكابتن الكبير؟ ده عجوز عني هو اللي انا ممكن انا ابتدي، بس طبعا بعد استاذ محمد بالنسبه له. انت عايز ايه؟ بقى اتكل على الله. ايه يا ميسور؟ دلوقتي انت بقى ايه رايك في انت ايه رايك في اليوم دوت؟ والله بصراحه انا يعني سعيد وايه رايك جداً في الجمع باليوم دوت. الفظيع اللي هنا الجمع دوت؟ ده فظيع جدا بجد. جدا وحلو جدا. انا النهارده قابلت ناس بجد بقالي يعني كام سنه ما شفتهمش. بصوا يا جماعه، البايك ويك ده ايفنت بيتعمل كل سنه تقريبا. التيوب بيعمله بقياده وائل طامو، الراجل المحترم الجميل اللي كان نفسي اشوفه عشان يبقى معانا. هيركن عربيته ويجي لنا حالا. عاوز ايه؟ ما تعمليش دوشه، سيبنا. عايز تسجل؟ اتفضل. خش يا اخويا، تعالى. انت عملتوه اقول لا ما تقولش احنا عملناه. البايك ويك السنه دي. ايوه بس هو ده اللي انتوا عملتوه. احنا جينا السنه دي وجينا اللي قبلها. بجد احلى ناس. والله والله. بجد احلى ناس. حلو. مفيش ايفنت يكمل من غيركم. طب ايه رايك في واحنا جايين في الطريق يعني الناس كانت ملتزمه وهي ماشيه في الطريق بالفورميشن وعلى يعني بقدر بقدر ما الامكان؟ على العدد الكبير ده طبعا لازم بتحاول تلتزم على قد ما تقدر طبعا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، سيبوا لنا اسئلتكم في الكومنتات وهنجاوب عليها على المكنه.